خطباء الفتنة وأمرهم خطير وشرهم عظيم والله، مثل ما ذكرت يعني صرخوا في الناس وهيجوا الناس إلى الخروج وإلى هذا القتل. والآن والمصيبة أنه بعد كل هالنتائج وعدد القتلى وما زالوا يقولون الربيع العربي. أي ربيع؟ بل والمصيبة أنهم لا يقولون هذا الربيع العربي يجب أن يأتي إلى حتى دول الخليج. يا الله يعافينا منكم ويا الله يكفينا شركم، احنا في عافية عظيمة جدا. فالشاهد ما زالوا يسمونه الربيع العربي. أنا ما أعرف كم يريدون عدد القتلى أن يصل حتى يقال أنه خريف أو يقال أنه صيف أو شتاء. متى؟ إلى الآن الربيع. بل وأيضا يبي يصدرون الربيع العربي إلى الدول المجاورة، يعني حتى الناس اللي مطمئنين في بلادهم والآمنين لا يريدون لهم الأمن والأمان، وإنما يريدون يعني لماذا؟ لأنه قلت لكم لأنهم يبونها تصير للصناديق وهم مطمئنين أنه عددهم أكثر، فالكرسي يبي يصير لهم. هذا الذي يعني يريدونه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. ونحن والله نخاف من الفتن، سواء مشاركة في الأيدي والأبدان أو مشاركة باللسان أو حتى بالإشارة والبنان. هذا كله أمره خطير. النصوص كثيرة جدا ووصايا نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. واستصغار الكلام والحديث أو الكتابة والمقال يعني ما هو من شأن العقلاء، والله ما هو من شأن العقلاء، بل يعني كما قال الشاعر: وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأه كلام. الحروب تبدأ بماذا؟ تبدأ بكلمات وأقوال وألفاظ أو سب وغيره، والعياذ بالله. حروب تقع وربما يكون فيها القتل العظيم.